اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم على القناه. النهارده حبيت ارجع لكم بفيديو خفيف كده وظريف، اتمنى يكون خفيف على قلوبكم. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الزبيب، هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه بمكونات موجوده في كل بيت. انا شخصيا بسميها كيكه الازمات كده لانها سريعه جدا ومنجزه. اي وقت جالك ضيوف كده ومش مستعده تقدري تقومي تعمليها لهم في اقل من 10 دقايق، هتبقى جاهزه معاكي وهتطلع هشه وناعمه وفي منتهى الجمال. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه عندنا في المقادير 2 كوبايه دقيق منخولين كويس جدا، عليهم رشه ملح، كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، حوالي نص كوبايه زبيب. طبعا ممكن تستبدلوا الزبيب بالفروتس المسكره او ممكن تخلوا الكيك ساده من غير اي حاجه زي ما انتوا عايزين. هنا برضو عندنا معلقه كبيره بيكنج باودر وفانيليا. في الخلاط هضيف المواد السائله، هنزل بال2 بيضه وهضيف عليهم السكر ونضيف عليهم كمان الفانيليا. ممكن لو مش عندكم فانيليا باودر ممكن تضيفوا فانيليا سايله، وهنزل كمان معاهم بالزيت، وهضيف كوبايه لبن. وبعد كده هشغل بقى الخلاط واخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب والخليط يبقى لونه ابيض. بعد ما ضربنا كويس المكونات السائله مع بعض بقى الخليط باللون ده، شايفين ما شاء الله لونه جميل جدا وفاتح. نبتدي بقى نضيف هنا معلقه البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق اللي عليهم رشه ملح، ونقلب مع بعض كويس جدا ونمزج كده البيكنج باودر بالدقيق بالطريقه دي. وبعد كده نضيف عليهم خليط المواد السائله، شايفين ما شاء الله الخليط لونه ابيض وفاتح وما شاء الله حلو جدا. نقلب بقى كده كويس جدا. انا عايزه تكتلات الدقيق دي تختفي تماما عشان اتاكد كده ان الكيك جاهز انه يدخل معايا الفرن، لان طبعا لو سيبنا اللي ما هو كده مش هيستوي ومش هتبقى النتيجه حلوه جدا. فلازم نقلب كويس جدا الخليط ونتاكد ان الدقيق اختفى وتقلب كويس. في الخطوه دي خلاص انا اتاكدت ان الدقيق اختفى تماما من خليط الكيك. هنضيف بقى الزبيب، وطبعا هنا اضافه الزبيب هتبقى خطوه اختياريه. ممكن تستبدلوا الزبيب بالفروتس المسكره، هتلاقوها بتتباع عند محلات مستلزمات الحلويات. ممكن لو مش بتحبوا الفروتس المسكره ممكن تضيفوا كمان الشوكليت شيبس، ممكن تقطعوا تمر طري قطع صغيره جدا برضو وتضيفوها على خليط الكيك. ممكن تضيفوا اي حاجه بقى بتحبوها، ممكن اللي هي الفواكه المجففه، ممكن تسيبوا الكيك زي ما هو بدون اي اضافات. بس يعني الموضوع ده حسب ذوقكم بقى وحسب برضو الحاجات اللي انتوا بتحبوها. في صينيه مدهونه لمسه زيت خفيفه هنزل بخليط الكيك. طبعا مش محتاجه افكركم اننا من بدايه عمايل الكيك مشغلين الفرن، دي خطوه مهمه جدا تضمن معاكم نجاح الكيك. وكده خلاص الكيك جاهز يدخل معانا الفرن على درجه حراره 180. طبعا مش هنفتح عليه الفرن قبل ما يعدي نص ساعه. وده شكل كيكه الزبيب بعد لما طلعناها من الفرن. طبعا انا سبتها كده حوالي نص ساعه علشان تبرد، عشان طبعا ما تتفتفتش مني وانا بقطعها. شايفين بقى ما شاء الله لونها جميل جدا وهشه ومرتفعه، سبونجي جدا جدا. شايفين ما شاء الله الزبيب اهو واضح جدا جدا فيها، وكمان لونها ابيض، وانا بحب قوي لون الكيك يطلع معايا ابيض كده، بيفرق جدا في الشكل. جميله جدا وطريه ومفرغه كده وناجحه وهشه. شايفين ما شاء الله طريه ازاي، سبونجي جميله جدا جدا. اتمنى تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم. ولو عجبتكم كيكه الزبيب ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. باي باي.